كتظن باللي المشكل هما الناس الاخرين؟ واش رايك في سقراط اللي كان كيقول اعرف نفسك بنفسك؟ ربما المشكل ماشي في الناس، وانما في الطريقه اللي كتعيش بها معاهم. في الطبيعه ما كاينه لا هضره لا وعود لا شعارات، كاين غير الحقيقه، شنو كينجح وشنو كيطيح. ماشي بحال ما بلاطون وصف قصه الكهف، الناس كيشوفوا غير الظل وكيظنوه هو الحقيقة. اليوم جوج ديال الحيوانات غادي يخليوك تشوف حاجة وكنتي غافل عليها. شوف معايا قطيع ديال الدياب في الثلج، سكون، تنظيم، توازن. كل واحد عنده بلاصتو، كل واحد كيعرف دوره. اللي كيقود ما كيتسلطش، كيوجه وكيحمي. هادشي كان كيسميه أرسطو الصداقة الكاملة، ماشي حيت كتاخد، ولكن حيت كتعطي بلا ما تضيع راسك. هاد القطيع ما كيعيش مع الوحدة، كيعيش بيها بحال سيمفونية، كل آلة فيها مختلفة ولكن كتصنع واحد اللحن. دابا شوف الشمبانزي، هنا القصة كتبدل، تحاليفات كتبنى وكتكسر، كل واحد كيلعب لراسو، كل واحد كيقلب يطلع. هادشي كان كيسميه توماس هوبس حرب الكل ضد الكل، فين القوة كتولي هي القانون. وفريدريخ نيتش كان كيهضر على إرادة القوة، ملي كل واحد كيبغي يكون فوق الآخر، وفي النهاية الجميع كيطيح. واحد كيربح معركة ولكن الجماعة كتخسر الحرب. جوج ديال العوالم، عالم كيبني وعالم كيهدم. وانت فين واقف؟ كتظن راسك حر ولا غير بوحدك؟ كتظن راسك قوي ولا كتحارب مع كل شيء؟ هذه هي الغلطة اللي ما بايناش، ماشي الشر وإنما فقدان التوازن. أرسطو كان كيقول الفضيلة هي الوسط، لا إفراط ولا تفريط. وفي الطريق الروحي علاء الدين الرومي كتب الحب الحقيقي ما كيبلعش الآخر، كيرفعه بحال مراية. إلا قربتيها بزاف ما كتشوف والو، وإلا بعدتيها بزاف ما كتشوفش راسك. التوازن هو اللي كيخليك تشوف. الديب كيعيش مع الجماعة بلا ما يضيع راسو، الشمبانزي كيقلب يربح بلا ما يفكر في الجماعة. وحنا بين هاد الجوج، في الدار، في الخدمة، في المجتمع، كتبني توازن ولا كتزيد في الفوضى؟ دابا سول راسك مزيان، في حياتك كتبني قطيع ولا كتبني حرب ما بيناش؟ إلا حسيتي بهذا الكلام راهو ماشي صدفة، راهو كيقلب يفيقك. كتب في الكومنتير ديب ولا شامبانزي، وإلا كاين شي واحد محتاج يفهم راسو صيفط ليه هذا الفيديو. أخطاء ما بيناش، شوف داكشي اللي الاخرين ما كيشوفوش.